يا بابا وين ماشي؟ ماشي. شوف واحد جابوه البارح باش نطلع عليه، جابوه مريض الهونية. لا يا بابا الزيارة تعدات. الزيارة تعدات ما نقدرش نطلع عليه بعد ال40 ولا بعد خلق العام. ايش معناه بعد غلوق العام؟ هنا تقول لي الزيارة تعدات، اش تجي بعد الزيارة ال40 ولا خلق العام؟ يا بابا من فضلك خلينا نكتموا على رواحنا وما تضيعناش وقتنا ترى. ايه وقتك فيه توا نشوف فيك مشوار وانت تتلغمش معك الزوايز وتفيحك، هذاك ما يسالش. وكي وصلت لي انا عمشتك بجرمت فهمتي والغايب اخضر معروف في وجهي ما ترى. يا بابا من فضلك يسيب لها زان ولا تخال ترى وخذ الدورة. الدورة. اهلا بعمل حاجة. اهلا عسلامة. على سلامتك. عسلامة عسلامة. ولابس عليك؟ لا لابس، دخلت لابس علي صحيح ما عندي شيء. هو هذا الشباب باش يمرضني ونخرج مريض. وش بيك بعمل حاجة؟ يا سيدي الراجل جايني متحزن على كلمة اللي قلت له وقت الزيارة تعدى وهلا يتمصص عليا وهدرة جابدها لي وما نعرف شنو. يزي يا راجل انت ما بتعرفش عمل حاجة، تهلك مدل علينا الكل. هو حتى الطبيب وبصي عليه يدخل ويخرج في كل وقت. انت مش عاجبك شيء؟ سيدي كيف المسألة هكا ملا قيدنا غالتين وسامحنا. والله سيدي جيت في الشفاعة ما نخدم على نفسي يجعل بلاك على غير يدينا. عمل حاجة ما لبست عليك. لبس. فما واحد مريض جابوه البارح حبيت نقابل الطبيب ونتكلم عليه. شوف اهو جاي طبيب ساعة علمي بيه عنده ما يعمل او عندك تظهر. لا عمل حاجة يا حوالك زيارة ونيارة شعور خالتي شعور الجماعة كله بخير وعافية الحمد لله. ايش اختص عندي قضية معاك بالله يسامحني كان اي تو باش تفضل مع بحلال البيرو. ما بكش مستعجل وعندك ما تعمل. انا مستعجل تو انا باش نخدم الفرصة هذه عندي مدة ما ريتكش متوحشك. هاي تفضل معي هاي تفضل. تفضل. بارك الله فيك. بالله يا سيد الطبيب البارح جابوا لكم واحد اسمه الحطاب الهونية حبيت تعرف شنو احواله وباش نوصيك عليه. انا عرضني نسيبه كلمني كلمتين طيشين. هو جابوه مبدئيا القسم الاستعجالي وقت انا كانت عندي عمليه لكن اليوم باش نباشر. قال لي ندري شنو كنتوا في رحله وخرجتوا مع بعضكم ولا ايش؟ وعلى كل حال قال لك قالوا حادث ولا شنو عدى. الحمد لله ثم الفرصه هذه باش نسال كان شنو الحادث اللي وقع وكيفاش وقع. يا سيدي الحادث مش الحادث اللي وقع له هو اللي وقع الحادث نفسه. كيفاش هو وقع الحادث نفسه؟ ايه نعم هو جاب البلاد روحه. يا سيدي صرت عني اللهم صل وسلم عليه. مشينا في رحله هيك مشينا جميع البرة طفليه تعرفنا بواحد حبيبي ياسر تو جاي 40 سنه فلاح كبير وهنشيلوا في ثلاثه حلف علينا وهبطنا للهنشير وقال لازم تتعشوا بحذايا وتبتوا بحذايا. لبينا ندعوا دخلنا نقابل غمز الخماس نتاعو مشى بحنا علوش الساعة من زمان والكرسي طاب وشقالة قبل هكا نودك ولا شهيك تمشي مليانة بالحمر العلوش وفي وسطها اللية بتاع العلوش تقول عليها تمشي قد الحلاب المطلي تاعنا انت في الوسط. سير حطاب كلا شوية بكسكسي وكلاك الرحمن وبدا يحفر قدامه لاهي به فهمتش حفر حتى طيح اللية فاكر الحفر اللي قدامه وكلاها الكل. وانا والله حشمت مع الراجل لكن ما علينا صح عليه. يبدا سيدي ومن بعد قعدنا هكا نحكي وسير حطاب موجود هكا قدامنا يسخر حشمني زاد نص كيلو بتاعه مشوار وقال خرج نفطرناش بيه. احنا كي ونسمع في العيطة قامت والناس تجري والناس واحد ساق فيها صباط وساق ما ماشي عريانة وحوايج فهمتي والناس تجري وقت ساعة جرينا ثم للقاو سي الحطاب مغروس في حفرة غرسان بصل يا وليدي. فهمتي هو دايح والكلاب تتلس وتعيط وتجي 6 من الناس باش يبدوهم لك الحفرة وطلعوه وهو دايخ وغمز الفلاح الولد نتاعو مشى للجراج خرج كاميون يزرع السلعة
وحطوه في وسطها وجابوه لهنية فهمتش. هذيك يا وليدي مسكين. ايه تو ايش لزوا حتى الواد يهزوا قال لكمش يدخل علاش خرج؟ ماني شفته بعد انا وقت اللي جاو في الكاميونه هو ما كان بدا يطيق شويه اش لازمك يا حطاب ولاش خارج وين مشي ساعه مقدور كله لاب قبلته هو ثرمته شنو ثم شجره نتاع بروديان واحده البيت نتاعنا قمرها وكيف قمرها قبلش نحن وخرج يسرق في البروديان يا اخي الكلاب فطت به هو نحن بالجزيره الاولى والكلاب تطلع عليه بدا يجري هارب بالرعبه وكاكا فهمتي والدنيا بلاد واذا به تقعد على الحفره هذه تحفي وسطها تقلب فهمتي قلبان غرسان راسه بصر فهمتي على حدك يا سيدي عايش تتلهي ايديك وتشوف راه مسكين ما عنده حد وما عندوش كل شيء. عم الحاج والله عيب عليك لازم توصيني على عمل حطابه يا اخي ماهوش صاحب بابا ماهوش يعرف المليون هكا كبري. ايوه مدقدق كيف تشكى مسكين. ليكن متهني انا خايف كلمه الحاجه الكلاب اللي بشدوا يجيش فيهم كلبة مكلوب وجد ونكونوا فيه هلا نسمعوا في تقطيع المنديل ومن هذاك خاطر خلاف انا هذاك خايف على خاطر خزرته ما عجبتنيش عينيه تقلب كيف ام ابويا فهمتي وساعة عينيه حمار ولسانه يخرج من الهونية والريقة بتاعه هابطة تو انا كنت دخلت للسبيطار الو ها بيستولي ستيريليزي موجود في الخزانة اي نعم دريجين وجد طيب شو تليه بعيش يصير دخلت للسبيطار حبك تعمل كيما يعملوا في اللي يخدموا المطورات نتاع الطوموبيلات تعمل له تبدلوا ريفيزيون جنرال وشنو هي الريفيزيون جنرال اللي تحبها نعملها نحن نتاع طاوله واش عندي؟ شوف عنده سخير ياسر عنده لحمات في حلق وفي قراجم عنده سيدي فتق كيف يخرج له كيف يكح الفتق هذاك يا سيدي يولي قد البزوله نتاع المعزه النارتي يدلدل بين الخاطر وعنده حاجات بسيطه ما عندهاش معنى عنده شويه الفده وعنده الكبده مازالت حاجه هذوما هذه الحاجات اللي ما زالت حتى بالحوايج تاعها عنده مصرانه الخشينه والمصرانه الجيده والمصرانه الزايده بوصينا امصار كان مرة اللي تحب يقعدها العمل الحطب باش يحلوا الشاطئ بيقرش ولا خلي هذا الكل انت هذه بالحمايه بتاع خشب بتاع قراش يا سيدي يكون مثلني من رجع لك عمل حطاب الا ناقص من عمره 10 سنين صغير تركوشي نطق الغزال ونقص لي من الميزان بتاعه 10 كيلو بالله يسامحني حيت لا يا عايش يا عايش سلام معي تفضل هاي قهوة الحاج بالله يقول لي خويا شنو الضغط اللي صارت للراجل اللي يقول لك خرجت تبارك الله عليه كاين وصي ها جابوه شكون الحن في خدمه كاين وصي هاي واش ما تقولش كاين وضبع واش ثاني هو مهزوز ووصلوا به اللي عليه ربي بحاله هذاك كله مما كلته تاكل ليا وكل اللحم حتى بشم خرج يتسورق باش يسرق البرتقال يا اخي روحوا به وانا مشتك يا عروس عاد اللوم عليكم انتوما اللي خليتوه خرج وحده في الظلال وفي بقعه عمره ما مشى لها ما هو عاد مسيكن هي ترفعه حتى بقعه ما ترفعه بدا يفركع حتى تكرفح ايه كنت شوفك المغبونه مرته حاله يسقف الحجر ليش هي مسكينه معي كيف الدرويش نصب من البركه وزاد تكمل عليها هم راجلها واللات اللي يقول لك في ليله ونهار كاينها قرده اتقي الله يا مراه
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيك تحبي على جدب وتتحرك لاباس، ما هو لاباس خويا، شو اللي قلت انا؟ في مرأة سلختها وطبختها ومسختها وانت في ذلك تدافع عليها وسخفتك وانت نازله فيها ركبه. هذا عيب يا امرأة، هذا عيبة. الجامعة حاكتني. موفقك يا صنعتي كيف راك عند غيري. انت ياك نهار بعد كنت تتكلم على واحد تعرفه اللي زعما حاله هكا دعدع شويه زعما مسخفك حاله وانت عييت وانت تريش له وتقطع له في لحمه وتكملوا في معده. انا يلي انت ملا انا لا مره هنقول لا مره كنت تتكلم انت ذاك صاحبك شقنون زقرون. ايه قول حتى تقول تعرفوش هو من الكلمه بتاعك يا لك. تعرف عليه انا عليه معوج على كتفته معوج في وجهه. برا حل الباب شوف شكون جاء ويزي ما تقصقش حناك. تعلمت منك تقصديش. ما تولي لسانك بس عينها لفتنا غريز وتخرنين. عسلامة مرحبا. اظن مشيت عليك على سيد حتى. اي هاني من غادي الهوني. وشنو احواله؟ في حالة ما تحيصت عليها انت. دعلالة اي تفضل زور. يا دنيا على سلامتك على سلامتك مرحبا بك. يا عايز تفضل اقعد. هاني زيت زيت يزيك الخروع المدي. اسكت يزي طنطا. اش احواله سي حطاب؟ حال كرموس في العديلة وخي زيب في نهاري. لا اظن عاد اليوم لقيتوا خير شويه من اكلنا. ومن البارح خير بياسر. الحمد لله الحمد لله. نسمع فيه صناعة الطبيب بداو يتفقدوا فيه غادي هي ورد الاخر معاها وانا مازلت بحزي. عاد خيتي هي تتكلم بالسوري وانا ما نعرفتي وليت عاد قلت المرزوقه كبس يترجم لي ولا ما قصرت يترجم لي بالكدا. اساس قال لك مرزوق استرجم لك. قال لي الحمد لله هكا الدم طاح شوي ولا 30. لا ولا كلام جديد ترجمة صحيحة. اي ولا والسخانة إذا نقصد الحق متاع ربي ما نعرف 45 ولا قد. لا سخانة ولا فانت كانت اي كيف المترجم كيف برا يا تصديقة برا يا هيشة. اي وش احوال الجريجمنت؟ اما وخي زيبرة نسمع في هكا الصانعة اللي معاه تكتب قلت لك هي بالسوري وعلقت الورقة عند راسها ومرزوق ترجمها لي بالعربي. وانا حماتك قصوهم له شيء. ايوه ما هو على سنسين يا خالد قصوهم له من خشم ومن حرقه. انا نقول اللحمه هذه عظمتها قد عجيب هكا اللحمه من جد وانت ريتهما يا خلبة قال لك يا زنوبي 2 كيلو ولا 2 كيلو وجرام ونص. خذوك مرزوق اثبت مني نديله يعمل حتى وقل يا مرزوق مرزوق ايش تبكي عليه ايش قل لي نعم الحمات اللي قصوهم سيدك الحطاب قداش يوزنوا؟ وقال فيها 2 كيلو. قصوهم من الخشم ومن الحلق ولا كيفاش احكي لك؟ 2 كيلو. كيلو غنمي وكيلو بقري. هي معهم دوارة فاد وكبدة وكراعين وزمازم وبرسة حتى تقريبا. ايش هون ماشي هذه بس اللي كور بتذكر على بيتها لا بكون على روحي. برا كون على راسك. ما لازم اللحمات البقري ما تحرقوا واللحمات الغنمي بالخشم. اللطف ان شاء الله. قالوا لك شي اختش خارج من المستشفى. يحب له مدة حتى ينحي حتى زبيرة من سيقه ويتعافى ويسد روحه شوي خاطر يعمل الحال السبب قتله ولا خيال ودخل. الشر مسكين. ملا على الشر مسكين. على العويلات الحطاب باب الوادي
ولا انا خليته على ماكلتهم هذه وراسك انت طيبت له طازين بالعزة بالمخ داك من يداك المليح وعزمت له خبزة مبسة يقول لك ترمي عليها الحبلة وزدته معاها صحفة بنادم خلي خويا يقيم قلبه طرف يا سوم عمر اديت له هالماكل الكل ومالا يا عم الحاج يا اخي نخليهم يقتلوا لي خويا بالسر لا 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 ما ياكلوا لك شيء خف بالسر اديت له هالماكل الكل فهمتي واللي بنت بشرع الاخر هكا نعملوا نه هذه بيته يا مرزوقة نعم شغل هذه بيته استنى شغل وي هادي كرنت بيز ايوه وسمع الخطر الكل يا اخي السوق العصر هوني وينو سير الحطاب هاوكا ولا هم الكل اسلامهم يا ولدي يدي ما مجاو يطلوا عليك حي الكل كيفك انت ما لها الاولو الناس والمالي لا يفرحوا لا الحاجه كيف بنادي وطلع على الراجل لازم يدوه ومن الكلوب السلام عليكم هاي قدم يا عم الحاج هاي سعبيرة سير حاج مصطفى الجماعة كلهم يا ولدي يدي من الكلوب بعد يا سير حاج مصطفى وانت كيف الوعدة تتباب الرزق نوع من بديت تطيب علينا في عفافك ولا تنوع عجيب يعني تلاها عشيطة يعني طلع على 6000 مرة هذا كنا عايزين شفت يا خالي مصطفى عم الحاج كيف بنقذه ما يقرص كلمة ما يقرصوش صحيت يا ابو الفيزا صحيت شكيت فيها لخالك توا حسيتك وحسيت خالك معاك ايه وتوا تشوف خالي مصطفى ايش يعمل لك يعملوا يدك ويده يعرفك وعرفه ايوه يا حاج جاي تطل عليا ولا تجري في البرق يقرب الحمد لله عليك اللي لبيت يا حاج لا تسوي شوية الحمد لله بقي عنده الصخرة يا ولدي يسكت الرجل لا والله زادت الصخرة يا ولدي ايش عندك فيه نطلع عليك يا حساب والله لو كان بي على نسير وندوي عندك تنزع عندك تاخذك هو يا حاج لا باس راني في خير وكبير نحمد ربي ونشكره الصخرة زادت عنده يسرى علي على الصخرة ايش عندك فيه طبعا الصخرة هونية انا مالا تو جديد ونتفاهم معاه تو جديد ونتفاهم معاه مالا بالشفاء تبارك الله وجاي هو لاباس يا راكب السفينة تبارك الله حنيكات وتشحت وتتراب انت غرقت كم معاك لا لاباس عليك الحمد لله لاباس عليك كيف فيها الصخرة بقى عنده صخرة ليه يا ولدي عندك الخير والخير في توا وقت يا خالد عمري زعما زعما نخرج ونولي نضربك على الساقية هذا كريم ما تخافش حبيب هون يا سيدي ثبيت يا سيدي يا سيدي يا سيدي ثبيت يا سيدي ثبيت يا سيدي لا سامحني عظيمة يا سامحني سامحتي مع المريض اللي من دمي ولحمي وصيتك عليه اعطيه ما تخافش نزيدك ما تخافش لا عاد لاباس عليه توا الحلو الكبيرة ما شاء الله غدوة ولا بعد غدوة ينجم يكون بحذاكم في الدار لكن حماتي اللي وصيتك عليهم باش نحيهم له لقيت زاد في الطنبور اللغمة فهمتي كانت الشخرة نتاعو ترومبيطة ولات الشخرة نتاعو كونتر باس كيف ياسر بارك الله عليك
درنتك عندك يا سيدي ما تقول في الآلات الموسيقية وفي الأنغام، تعرف الترومبيت وتعرف الكونترباس. ايه ما تحقرنا احنا الجعامر، انا كنت في الموسيقى. كان الكونترباس نتاعي اطول من بابوه من المدخل نتاع البابو. ايه وهذاك الحطاب اللي تويك مسكين مريض هذاك كانت عنده ضربة على الطبل تمشي كده متعدي في الخرجة في الحلفوين البلار بتاع الحوادث يجرتع. ايه هذا يهو تاريخ ما اهمله التاريخ. انا الشخرة هذه هي اللي فدتني. يا ولدي مش شخرة نجدو ساعة شقال لنا اللي قالك لا بير الى صار عليك الدواء بتاعه فهمتي. نقول لك حاجة الله يرضي عليه مرزوق اللي جاب لنا الاخبار الصحيح. قالك لا باس عليه. شنو اللي قال لكم مرزوق؟ مرزوق قريت الورقة نتاع السخانة نتاع عمك حتى السخانة عنده 40 والدم عنده 20 كان. اشنو عاد؟ وي ومنين جاء العلم هذايا؟ من عند عريف سيدي سعد يبدا توا شد نمر البيت حطوا للسخانة ونمر الفرش حطوا لضغط الدم. لا صواب الحق يا اخويا اقول لك الحق انا اذا كان شنو دايره فيك؟ قد دايره فيك يروحوا. ايه جابوني انت ما زعما لا ترد فينا وتسوق فينا. اسمع برا جيب لي الحوايج نتاعو والقفه نتاعو واللي عنده الكل والدوس نتاعو وتوا نمشي ندوي براواني. راواني شويش ندير حصاه باش يكويلو اخر طب الكي. تعرف كيفاش عمل حاج؟ سوق الغنم هذول الكل قدامك وهنيني عليهم. وتوا الحطاب يجيكم غدوة ولا بعد غدوة لا باس عليه ينط في الخزان. بارك الله فيك. حكمت انت مايلة هيا عاد لك الله يبارك. سلامة هنيني على الفلفولة ان شاء الله ما عندك تو يا سي الحطاب. اوريك سلامة يا عم الحطاب. سلامة ودي اجيب لك تاكسي ونازلك ما تخافش حتى انت تفلها على الشيشة والرقدة والعيشة. اركض برقد بابا كانت تخرج معايا توا. اسمع ماني نبرة من هالعلة ونعمل 7 وعد لله ان شاء الله تخرج لا باس. والله يتولاك يا حاج.